السلام عليكم ومرحبا بكم في قصص واقعية. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين على خير وبخير. في هذه القناة كنتشارك معكم لحظات من الواقع، قصص كلها مشاعر ودروس قاسية من قلب الحياة. القصة ديال اليوم خيانة من أعز الناس. بعض المرات الجرح ما كيجيش من العدو، ولكن من أقرب الناس ليك. خلينا نبداو. أنا سفيان، تربيت في كازا، في حي شعبي بسيط، جيران فيه بحال العائلة، والزنقة هي المدرسة الأولى. مني كنت صغير كان عندي صاحب واحد اللي كبرت معاه خطوة بخطوة، سميتو كريم. كريم ما كانش غير صديق، كان خويا اللي ما ولداتوش امي. كنا كنخرجوا نلعبوا، كنا كنقراو مجموعين، كنا انا وياه بحال الخوت، كنتفارقوش. كان معايا في كل تفصيلة من حياتي، في الحزن وفي الفرح وحتى في المشاكل. كنا انا وياه كبرنا، كملنا قرايتنا، وصلنا لواحد المستوى دراسي، ماشي نقول قرينا حتى لواحد مثلا واحد الماستر او شهادة عليا، يعني كملنا واحد المستوى ودخلنا نخدمو انا وياه في واحد شركة صغيرة، كنوصلوا السلعة وكنخدموا على راسنا، وكان ديما بيننا واحد التعاون، ما كانش بيناتنا الحساب. واحد النهار مرضات الوالدة ديالي، ما كانش عندي الفلوس لا باش نديها للطبيب ولا باش نشري لها الدواء. وكريم قال لي دي امك عند الطبيب وما تضربش حساب الفلوس، انا غادي نتكلف بمصاريف كامله، ميمتك بحال ميمتي. تصوروا في ديك الليله بكيت وحسيت فعلا ان كريم خويا ماشي غير صاحبي. لو جيست اللي دار معايا كريم زاد كبر في عينيا، وحتى هو كون وقع لي بحال هكاك كنت حتى انا غندير نفس التصرف. دازو تقريبا شي شهورة، وبدا كريم كيهضر معايا بحال كيلمح ليا على واحد المشروع، فكرة ديال المشروع زعما نخدمو فيه انا وياه، ولكن ما جانيش نيشان. كان كل خطرة كيلوح ليا هاد الفكرة، دائما فيما كيلقاني كنتلاقاو في القهوة او كيجي عندي مثلا للدار او كنكونوا في الخدمة، دائما كيجبد ليا هاد القضية ديال نديرو انا وياه واحد المشروع. ولكن واحد النهار جا عندي للقهوة، هاد المرة جا عندي نيشان، قال لي علاش ما ندخلوش السلعة من طنجة ونبيعوها في الدار البيضاء، راه غنحتاجو غير واحد المبلغ صغير، راس المال صغير غنبداو به. كان كيهضر معايا بواحد الثقة كبيرة، صافي بحال المشروع خصنا غير نطبقوه على ارض الواقع، يعني مشروع ناجح ب100%. قال لي سفيان انت عطيني راس المال وانا غادي نتكلف بالمحل ونتكلف بالسلعة وكل شيء. ترددت الصراحة، حينتاش عمرو ما كانت عندي هاد الفكرة انني ندير شي مشروع او ندخل شراكة مع شي حد. من بعد التردد ديالي قررت ندخل شريك مع كريم، وقلت في راسي كريم صاحبك وخوك من الصغر، ما يمكنش يغدرك ولا يخونك. جمعت فلوسي اللي كنت مخبيها من نهار مرضات ماما، وطحت في داك الموقف ما كانش عندي باش نداويها، ومن تما قررت انني ما نبقاش نخسر الفلوس في اتفه الاشياء ونخبيها، لانني غادي نحتاجها. توقع شي حاجه ولا الا بغيت نتزوج ولا ندير الدار، حينتاش الفلوس اللي خبيتيها اليوم ما تلقاها غدا. المهم جمعت الحصيصه كامله اللي كانت عندي وعطيتها لكريم بلا عقد وبلا ورقه بلا جوج، غير بالثقه. درنا المشروع وانا في بالي المحل خدام والسلعه داخله خارجه وكل شيء مزيان، يعني امورنا كلها مضبوطه.
داز تقريبا شهر ونص والتصرفات ديال كريم تبدلات. كل مره كنسولو على الخدمه فين وصلات كيعتذر ليا بشي شكل. كل مره كيقول لي حاجه، مره السلعه مازال ما خرجات، مره السلعه ما كايناش، مره البوليس شدوا الكاميو. كل خطره وشنو. شكيت ولكن ما درت حتى شي تصرف حتى نتاكد. جا النهار اللي قررت نمشي نشوف المحل ونشوف السلعه ونشوف الخدمه كي دايره. وفاش مشيت تفاجأت ان المحل ما كاينش، ما كاين لا سلعه لا محل لا حتى حاجه. كنصوني على كريم في التليفون ما كيجاوبنيش. مشيت كنقلب عليه في البلايص اللي كنكونوا فيهم ما لقيتوش. وانا نمشي عندهم للدار دقيت عليهم وخرجت عندي الام ديالو وهي مصدومه، عارفه ولدها اش دار. قالت لي والو، قالت لي يا ولدي كريم راه سافر مشى لطنجة يخدم في واحد القهوه. بقيت كنشوف فيها ما تيقتش، بحال شديتيني وكبيتي عليا سطل ديال الماء بارد. ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي شاد الطريق لطنجة. وصلت وسولت في بزاف ديال البلايص. القهوه اللي بانت ليا كنسول فيها وكريم ما عندوش الاثار. ما نقولش لكم حسيت بالشمته. وهادشي اللي دار كريم بحال خديتي واحد الموس وغرستيه ليا في قلبي. ما كرهتش شكون مت وما وقعش ليا بحال هكا. مرضت وصحتي النفسيه تدهورت بزاف. جاني اكتئاب وليت منغلق على نفسي. خدمتي ضاعت وصحتي قلت وثقتي في الناس تهرسات. بقيت هكا واحد المده. الام ديالي ديما كانت كتساندني وكتقول لي ما تبقاش تفكر في داكشي اللي داز، خرج شويه بدل الجو ونسى. دابا راك تعلمتي واحد الدرس كبير. الهضره ديال الام ديالي كان عندها واحد التاثير ايجابي، واخا انا الله اللي عالم بيا. وفي كل مره كانت كتهضر معايا كنت كنحس ان داك الجرح كيبرى. ومن بعد عام ديال المعاناه تحسنت صحتي ونفسيتي كذلك وليت مزيان. رجعت نخدم واموري ولات غاديه مزيان حتى النهار اللي تلاقيت مع السي كريم في مرجان. شفتو لابس مزيان وكانت معاه واحد البنت كيضحك وعايش حياه الرفاهيه بحال ما داير حتى حاجه. تخلطت عليا الافكار. كنقول غنعطيه واحد القتله ديال العصا يتفكرها حياته كامله ولا نشوهه الناس كامله دي خبارو. بزاف الافكار كانوا عندي في راسي. مشيت لعندو ووقفت قدامه وجهي في وجهه. هو تصدم وجهه تبدلوا فيه اللوان. ما كرهش كنت شقت الارض وبلعاتو. قال لي يا سفيان اسمح لي راه كانوا عندي ظروف، كتعرفوا عذر اقبح من ذنب. بحال هكاك بدا كيقدم الاعذار. ضحكت ماشي الضحكه ديال الفرح ولكن ديك الضحكه اللي كتخرج من القلب وهو محروق. قلت ليه ماشي مشكل، الفلوس كترجع، حنا اللي كنديروا الفلوس ماشي الفلوس اللي كديرنا. اما الثقه الا تخانت عمرها ما كترجع. كنتي خويا وصاحبي ولكن انت قتلتي هاد الاخوه بيديك. ما زدتش معاه الهضره، مشيت وخليته. وكنت عارف مزيان ان الكارما غدير خدمتها وان دوك الكلمات اللي قلت ليه غادي يبقاو يحفروا ليه في القلب ديالو. لان بزاف الخطرات كيكونوا الكلمات صعب من الافعال بنفسهم. خسرت فلوسي وخسرت صاحبي ولكن ربحت وتعلمت دروس كثيره. وعرفت ان ماشي كل من كتاكل مع الملحه كيحفظ العشره، وماشي كل من كتعطيه ظهرك كيغطيه. الثقه كنز وماشي كل شيء كيستاهلو. وصلنا لنهايه القصه. كنتمنى انها تعجبكم وتاخذوا منها عبره. كنت معكم من قصص واقعيه. اذا عجبكم القصص اللي كنقدم ما تنساوش تدعموني
وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله قصص جايه بصوت مغربي ومن قلب الواقع.